السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتنا معلومة في الصميم. العلم هو عبارة عن رمز بيمثل دولة أو شعب أو مدينة. ببساطة كل دولة بتحاول تخلي العلم بتاعها يتكلم عن تاريخها، سواء بالألوان أو بالأشكال المختلفة. بس في أعلام بتكون فيها أشكال غريبة أو مختلفة عن أي علم تاني. طب إيه الأعلام دي بترمز لإيه؟ ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، سيبوا لنا رأيكم تحت في الكومنتات. يلا بينا نبتدي الفيديو مع بعض. علم موزمبيق بيتميز عن باقي الأعلام بإنه العلم الوحيد اللي موجود فيه بندقية AK-47، والشعار اللي موجود في العلم متاخد فكرته من علم جبهة تحرير موزمبيق، واللي كان ليها دور كبير في تحرير موزمبيق من الاحتلال البرتغالي اللي دام أكتر من 450 سنة. بالنسبة للألوان فبيتكون علم موزمبيق من 3 شرايط أفقية باللون الأخضر والأسود والأصفر، وشريط أبيض رفيع بيفصل ما بينهم، ومثلث باللون الأحمر. اللون الأخضر بيرمز للثروات الطبيعية ورطوبة الأراضي الزراعية، واللون الأسود بيرمز لقارة أفريقيا، واللون الأصفر بيرمز للثروات المعدنية، واللون الأحمر بيرمز لكفاح الشعب ضد الاستعمار، واللون الأبيض بيرمز للنقاء والسلام. بالنسبة للشعار فهو عبارة عن نجمة صفراء جواها كتاب، وعليهم البندقية AK-47، ومجرفة بترمز النجمة للتكافل بين الشعب والمبادئ الاشتراكية للبلد. بيرمز الكتاب للتعليم، والمجرفة بترمز للزراعة وأهميتها للبلد، وبترمز البندقية لدفاع الشعب عن بلده وحريته. لما تبص على علم كيرجستان هتسأل نفسك ما ليه حاطين كورة تنس في نص العلم؟ بس في الواقع دي مش كورة تنس، دي شمس، وهنعرف دلوقتي ليه اتعملت بالمنظر ده. بيتكون علم كيرجستان من مستطيل باللون الأحمر واللي بيرمز للشجاعة، أما الشعار اللي في النص فهو عبارة عن شمس بترمز للسلام والازدهار، وطالع منها 40 شعاع بيرمزوا لعدد قبائل كيرجستان اللي توحدت ضد المغول. الشمس في العلم موجود فيها 6 خطوط معارضين بعض، والشكل ده متاخد من سقف اليورت، واللي ما يعرفش فاليورت ده اسم الخيمة اللي كانت بتعتبر مسكن لشعب كيرجستان. جزيرة صقلية هي منطقة ذاتية الحكم في إيطاليا، تعتبر أكبر جزيرة في البحر المتوسط. العلم بتاعها يعتبر أغرب علم ممكن تشوفه في حياتك. الشعار عبارة عن راس ست فوقيها تعابين طالع منه 3 رجول، وفي عيدان قمح كده طالعة في النص. شعار غريب بيميز علم الجزيرة عن أي علم تاني. طيب تعالوا نشوف مع بعض معنى كل حاجة في العلم. اسم الشعار باليونانية تويناكريا، معناه بالعربي 3 نقط، وهنعرف سموه كده ليه. بالنسبة للراس والتعابين اللي فوقيها المقصود بيها شخصية ميدوسا، ودي من أهم الشخصيات في الأساطير اليونانية القديمة، تتميز بقدرتها في تحويل الناس لأحجار. وكان أهل الجزيرة زمان متعودين يحطوا في بيوتهم رمز التريناكريا كحماية للبيت، وإن لو حد فكر يسرق البيت ميدوسا تحوله لحجر. عيدان القمح بترمز للخصوبة والازدهار، وده لأن في العصر الروماني كانت صقلية المورد الرئيسي للإمبراطورية الرومانية. أما بالنسبة لل3 رجول فدول بيمثلوا ال3 نقط الأساسية للجزيرة، بازيرو وليلي بيو وبيلورو. أما بالنسبة للألوان فاللون الأحمر بيرمز لمدينة باليرمو، واللون الأصفر بيرمز لبلدة كورليوني. أي بلد أو مدينة بتحب تبين في العلم اللي بتختاره ليها مدى قوتها وشجاعة شعبها، أو مثلا بتحط رمز بيرمز ليها زي الفنار في علم مدينة الإسكندرية. أكيد لما تبص على علم مقاطعة فريزلاند تستغرب هما ليه حاطين القلوب اللي موجودة في العلم. الحقيقة دي مش قلوب، ده شكل نبات الووتر ليلي بس باللون الأحمر، وعددهم 7 لأن في العصور الوسطى كان في 7 دول على طول الساحل بين القمار ونهر الفيزر عملوا معاهدة دفاع مشتركة ضد الفايكنج. أما بالنسبة للون الأزرق والأبيض فما قالوش بيرمز ليه، بس في الأغلب اللون الأزرق بيرمز للبحر واللون الأبيض بيرمز للسلام. علم نيبال الوحيد في العالم اللي متكون من مثلثين، وده اللي بيميزه عن أي علم تاني. يرمز اللون الأحمر لشجاعة الشعب النيبالي، واللون الأزرق اللي بيزين حدود العلم بيرمز للسماء والسلام. أما المثلثين فبيرمزوا لجبال الهيمالايا، واللي بتعتبر من أهم المعالم السياحية في نيبال
والشمس والقمر، فمعناهم إن النيبال هتفضل موجودة زي الشمس والقمر. طبعا كان في معلومات أكتر من كده، بس حاولنا نجيب أهم المعلومات. ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديدنا، وقولوا لنا رأيكم في التعليقات. شكرا جدا ليكم، وانتظرونا في فيديو آخر من معلومة في الصميم.